ठीक है, आओ मेरे पास। مع فضاءة السعادة سباق ابتداء من 10,000 درهم وكتهديكم كوزينة مجهزة. تحية طيبة واهلا بكم مشاهدينا في قراءة لأبرز ما جاءت به الصحف اليومية المغربية لعدد يوم الأربعاء 19 مارس. والبداية من يومية الناس التي عنونت إضراب وطني وأزمة خبز مرتقبة في المغرب، حيث ينتظر أن يعيش المغرب خلال الأسبوع المقبل بعد أن قرر أرباب المخابز تنفيذ إضراب وطني على خلفية المأزق الذي وصل إليه الحوار مع حكومة بن كيران. وقال الحسين الزاز رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات في تصريح ليومية الناس إن قرار الإضراب نهائي ولا رجعة فيه، مضيفا أن مهنيي القطاع مستعدون للمضي فيه بعيدا وبشكل تصعيدي حسب تعبيرها. يومية المساء نقلت ما قاله وزير الصحة الحسين الوردي خلال لقاء نظمته لجنة القطاعات الاجتماعية صباح يوم الثلاثاء، حيث أكد الوردي أن الوزارة وجدت أدوية منتهية الصلاحية منذ 1973 وأن مثل هذه المشاكل عصيبة جدا ولذلك لابد من طرحها لنجد لها حلولا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نلقي المسؤولية على وزير بعينها. وأضاف أنهم اكتشفوا متأخرين بعض الأدوية المنتهية الصلاحية. تفاصيل هذا الخبر تجدونها في يومية المساء. ننتقل إلى يومية أخبار اليوم المغربية التي تكتب: آلة البوليساريو تتحرك بقوة في واشنطن وبروكسل عشية اجتماع مجلس الأمن، وأمينة حيدر تدخل مبنى الكونغرس الأمريكي بدعوة من مؤسسة كينيدي، وذلك على أمل التأثير على قرار مجلس الأمن المرتقب في أبريل القادم والذي سيجدد ولاية مينورسو. فهذه التحركات مكثفة للوبيات السياسية المقربة منها والمدفوعة من الجزائر. وفي يومية الأخبار نقرأ تحت عنوان: فيسبوكيون يعلنون قرب نشر جزء ثاني للفيديو الإباحي لتلميذة المحمدية، حيث عادت تقول الجريدة: فضيحة الفيديو الإباحي الذي راحت ضحيته تلميذة بالسنة الثانية بكالوريا بإحدى الثانويات المحمدية لتطفو من جديد بعد أن تداولت إحدى الصفحات الإلكترونية بموقع فيسبوك إعلانا عن قرب نشر ما اعتبرته جزءا ثانيا من الفيديو. وحسب الأخبار فإن مجهولين بادروا إلى إنشاء صفحة ثانية بعنوان فضائح المحمدية الجديدة، والتي تلقت حوالي 920 معجبا بين الثلاثاء والأحد الماضيين. ونختم من يومية الصباح التي تكتب في صفحتها الرياضية: ملاعب العشب الاصطناعي مهددة بالإغلاق، حيث باتت ملاعب وطنية ذات العشب الاصطناعي مهددة بالإغلاق بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بسبب إخلالها للمواصفات الدولية المعتمدة وعدم التعامل مع الشركات المرخص لها. وأوضح إيريك هاريسون ممثل الفيفا في الندوة الدولية التي أقيمت أخيرا في مراكش أن الشركات المعتمدة ملزمة بإبلاغ الاتحاد الدولي بالملاعب التي لا تستجيب إلى المعايير المطلوبة. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية قراءتنا في بعض عناوين الصحف اليومية المغربية لعدد يوم الأربعاء 19 مارس. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.